ميتا هتوقف استخدام المركز وبالتالي العقد مش هيكمل، ودي بقى هتبقى ورطه لشركه بلو اوت. وقيس على كده بقى الشركات التكنولوجيه كتير كلهم مرتبطين ببعض، ولو حصل حاجه ووقعت شركه واحده منهم فكل الشركات التانيه هتقع وراها. عشان اوضح لك ده ازاي، فخليني اقول لك ان انفيديا قررت تستثمر 100 مليار دولار في اوبن اي اي مقابل ان اوبن اي اي تشتري المعالجات من انفيديا، وبعدين تتعاقد اوبن اي اي مع اوراكل عشان تزودها بالقوه الحاسوبيه اللي محتاجاها بقيمه 300 مليار دولار. فشركه اوراكل عشان تلبي الاحتياج ده تروح تشتري شرايح من انفيديا. شايف الدايره دي؟ اهو ده بقى اللي اسمه السيركلر فاندنج او التمويل الدائري. الفلوس فيه عماله تلف في دايره مغلقه بين نفس الشركات، بتخرج من انفيديا وتلف وترجع تاني لانفيديا، وبالمره هتكون سجلت مبيعات يشوفها المستثمرين والبورصه، فالارقام تزيد والفقاعه تكبر لحد ما تنفجر في وش الكل. ده نفس اللي حصل تقريبا في وقت فقاعه الدوت كوم في اواخر التسعينات. وقتها برضو الانترنت كان الكلمه السحريه زي الذكاء الاصطناعي دلوقتي، وبدانا نشوف شركات بتظهر وتطرح في البورصه